ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل اكلتين احلى من بعض واسهل من بعض واسرع من بعض، والاتنين انا ممكن اقولك فعلا ان هم اقتصاديين جدا جدا. الاتنين معمولين بنص كيلو لحمة مفرومة، يعني لو عملتي واحدة فيهم بس هتعمليها بربع كيلو لحمة. نص كيلو اللحمة خديه حطي عليه البصلة المفرومة ناعم، مع معلقة صغيرة توم مفروم، مع بيضاية واحدة، والتوابل بتاعتنا نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة بابريكا. وضيفي بقى معلقتين كبار بقسماط ناعم. اهم خطوة هنا دايما اقولك عليها في الكفتة انك تعجني الكفتة بايدك قوي، تديها وقتها في العجن قوي. بعد بقى ما تعجنيها كويس شكليها بالشكل اللي انت عاوزاه. انا شكلتها شكل كور، وكور مقاسين، واحد الكور كبيرة شوية للبطاطس وكور صغيرة سنة لصينية المكرونة. الكور بتاعة البطاطس اللي هي شكلها كبير دي شوية قلبيها في الدقيق، والتانية سيبيها سادة كده. بعد بقى ما خلصنا كده حطيت طاسة على النار وفيها معلقتين زيت على سمنة، وحطيت بقى الكفتة بتاعتي بدأت أحمرها كده. لو تحبي تحمريها في الزيت بس مش مشكلة، ويبقى زيت قليل مش غزير. قلبيها بقى على كل جنب كده لحد ما تاخد لون. طبعا هي هتكمل سواها بعد كده في الفرن. تاخد لون كده وبعدين طلعيها وحطي النوع التاني. حمرت بقى النوعين الأول، وبعدين في نفس الطاسة زودت بس معلقة سمنة كده وحطيت معلقتين كبار دقيق علشان هنعمل البشاميل، مش عايزين بشاميل كتير وفي نفس الوقت مش عايزاه تقيل قوي. معلقتين البشاميل كده، معلقتين الدقيق سوري، قلبيهم كويس لحد ما يستووا. وبعدين ضيفي كوباية لبن واحدة وكوباية مرقة واحدة. يبقى احنا اقتصاديين النهاردة جدا. بعد ما تقلبيهم بقى ويبدأوا بقى يبقى قوامهم كريمي كده ويعمل بابلز كده خلاص يعني استوى، هتضيفي لهم رشة الملح ورشة الفلفل الأسود. وهننزل بقى فيهم الكفتة اللي هي بتاعة البطاطس اللي قليناها بالدقيق. نزليها في البشاميل وسيبيها بقى حوالي 10 دقايق لحد ما تدخل بقى في السوا كده وتتشرب من البشاميل والبشاميل يتشرب منها. بالطريقة دي الكفتة طلعت لذيذة قوي قوي. اتشربت بقى كده واستوت، طلعتها في طبق واركنيها دلوقتي. نوع الكفتة التاني هنسويه ازاي؟ في طاسة على النار كده حطيت معلقة سمنة ومعاها كوباية عصير طماطم، وسيبيها بقى لحد ما تتسبك واديها رشة الملح والفلفل الأسود مش أكتر من كده. اتسبكت كده نزلي فيها نوع الكفتة التاني وسيبيه برضو 10 دقايق كده على نار هادية لحد الكفتة ايه ما تستوي. طلعيها بقى. البطاطس اللي سلقتها استوت اهي، وبعدين حطيت عليها معلقة زبدة ورشة ملح ورشة فلفل اسود، وبديل معلقة الزبدة لو مش عندك اديها معلقة جبنة كريمي، معلقة قشطة، سيبيها سادة براحتك. الطاجن اللي هستخدمه دهنته طبعا بالسمنة، وحطيت فيه البطاطس بالشكل ده وسويتها، ونزلت عليه الكفتة، وبعدين رشيت بقى فوقيه البشاميل كده وشوية جبنة موتزاريلا مش كتير، رشة خفيفة كده، ودخلتها الفرن 10 دقايق كده من تحت لأن طبعا كل حاجة مستوية، و5 دقايق الشواية تاخد لون جميل. المكرونة الاسباجيتي سلقتها عادي، بتاخد طبعا 8 دقايق في السلق، كل دقيقتين كده قلبيها وصفتها. بعد كده بتاخدي بقى شوية شوية كده وتلفيهم على ايدك بالشكل ده دايرة كده، وتحطيها في الصينية وتحطي في قلبها في النص كفتاية من اللي عملناها. هتعملي بقى الكمية اللي انت محتاجاها بالشكل ده كده، تلفي المكرونة وتحطي الكفتة. وبالخلة حطيت طماطم من الشيري الصغيرة، قسمتها نصين واخدت كل نص حطيته بالشكل ده للتزيين، بيدي شكل حلو قوي وفي نفس الوقت طعم جميل. لو مش عندك الطماطم دي مكعبات طماطم عادية. بقية الصلصة اللي سويت فيها الكفتة رشيتها بقى على المكرونة كده من كل ناحية، وحطيت حتت جبنة موتزاريلا ودخلتها برضو الفرن ربع ساعة من تحت و5 دقايق الشواية. طلعوا بقى بالجمال ده. رشة البقدونس الحلوة كده اللي بتزين أكلنا، وقدميهم بألف هنا. يبقى انت لو عملتي نوع واحد من الاتنين دول كفاية قوي ربع كيلو لحمة. الاتنين طالعين أحلى من بعض. البطاطس دي بالطريقة دي حلوة قوي، والكفتة وهي مستوية في البشاميل طعمها لذيذ جدا. والمكرونة لما دخلت الفرن كده مدية طبعا نكهة حلوة وريحة حلوة قوي. وبألف هنا. وجربيهم بقى وقولي لي رأيك. ولو عجبتك أكلاتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.